حبايبنا طلاب الصف الثاني الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل معاكم النهاردة كتاب المعاصر الترم التاني page 22. طيب قبل ما نحل محتاجين بس نقول حاجة كده سريعا. إن إحنا هنحل دلوقتي على قاعدة المستقبل اللي هي بتتكون من إيه؟ بتتكون من اللي هو المستقبل البسيط اللي هو الفيوتشر سيمبل، بتتكون من الفاعل plus will اللي هي اختصارها apostrophe، ماشي، ال بلس الانفينيتيف اللي هو الفعل في الايه في المصدر. وما احب انفي will هتبقى want. فسريعا كده ركز معايا، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ لو مش عامل اشتراك في القناة اعمل اشتراك في القناة عشان يوصل لك بقية حل الكتاب كله ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول جملة معايا بتقول that boy، هذا الولد famous architect in the future. اوكي. طيب من الاخر كده احنا بنحل على قاعدة الفيوتشر اللي هو الايه اللي هو المستقبل، ادي المستقبل اهو. خلاص، فانا محتاج من الاخر كده will be. يبقى هذا الولد will be famous، هيكون مشهور في الفيوتشر، مهندس معماري مشهور. الجملة اللي بعدها بتقول we will، واحنا متفقين ان will بعدها الانفينيتيف اللي هو الفعل في الايه الفعل في المصدر. فالإجابة هتكون fly اللي هي الفعل وبالمناسبة الفعل في المصدر هو الفعل بدون أي إضافات. يعني دي إضافة غلط ما تنفعش، دي إضافة غلط ما تنفعش، دي إضافة غلط ما تنفعش. ومعلش سريعا كده، أنا عارف إن هضيع وقتكم بس سريعا كده هقولها. إن الانفينيتيف اللي هو الفعل في المصدر هو الفعل بدون أي إضافات. يعني مثلا عندك play، دي فعل في المصدر حطيت لها ed ما بقتش مصدر، حطيت لها ing ما بقتش مصدر، حطيت لها s ما بقتش مصدر. كل ده مش مصدر. طب المصدر بتاعهم هو ايه؟ هو play. نكمل يلا. نمبر 3، الجملة بتقول I hope. عايز اقول لك سريعا بس ان hope بتدل على قاعدة will والمصدر، فالإجابة هتبقى will win. خلاص، يبقى hope دي بتدل على قاعدة will والمصدر اللي هو المستقبل البسيط. الجملة اللي بعدها بتقول لك they will بعدها الانفينيتيف اللي هو الفعل في المصدر هيبقى do. من غير ما يكمل قراءة هو بعينك كده خليك سريع وشواف. الجملة اللي بعدها بتقول لك I think سريعا برضو think بتدل على الفيوتشر، ماشي، اللي هو will والمصدر. يبقى الإجابة I think إن الهيدفونز ديت a very useful for traveling مفيدة للسفر. يبقى الإجابة will be. و think دي بتدل على التنبؤ. نمبر 6 بتقول do you predict سريعا برضو. بص، انا عمال اعمل لك علامات، العلامات دي مفاتيح اللي هي الكيوردز بتاعت قاعدة will والمصدر. فانا لما اقول لك predict بحل على will والمصدر، عشان عندك قاعدة اسمها going to قدام شوية. عندك think بتدل على go والمصدر، على will والمصدر. عندك حاجة اسمها hope بتدل على will والمصدر. فانت كده ايه يعني بعينك كده شوفهم واحفظ برضو. طيب do you predict هل انت تتنبأ ان الويذر الطقس هيكون هوتر اكثر حراره في الفيوتشر المستقبل؟ من الاخر كده قلت لك ان بريدكت بتدل على ويل والمصدر اللي هو ويل جيت. الجمله ده بتقول لك what invention do you hope. لسه سريعا فوق قايل لك ان hope بتدل على قاعده ويل والمصدر، فالاجابه هتبقى will see. يبقى ديت معلش بقى كده ايه نراجع عليهم سريعا. دي علامه، ودي علامه، ودي علامه، ودي علامه. كلهم keywords لايه؟ كلهم keywords لويل والمصدر. نكمل الصفحة اللي بعدها اللي هي بيج كام دي؟ اللي هي page 23. page 23 عشان الناس اللي بتسرع الفيديو. الجملة اللي بعدها بتقول do you think هل تعتقد. قال لك think بتدل على will المصدر، يبقى هل do you think it will be easier to هل هيكون من السهل ان انت translate. وبالنسبة كلمة translate يعني يترجم، مهمة جدا عندك في المنهج وجات السنة اللي فاتت في الامتحانات عندنا في المحافظة بتاعتنا. translate يعني يترجم. هل تعتقد ان هيكون من السهل ان احنا نترجم من الارابيك للانجليش؟ next بتدل على المستقبل، next معناها القادم. الجملة اللي بعدها بتقول I agree أنا أتفق إن الجاكيت want بعدها الفعل في المصدر برضو. خلاص، اللي هي النفي بتاعت will، فهيبقى إيه؟ مستر. هو أنا عندي is وعندي are وعندي was وعندي be. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. عندك be اللي هو verb to be بيطلع منه إيه؟ 5 حاجات. في البريزنت اللي هو المضارع اللي هو am أو is أو are، والماضي اللي هو was أو إيه where. كل دول مش مصدر، الانفينيتيف بتاعهم المصدر بتاعهم هو بي. فالإجابة هتبقى بي عشان هو الانفينيتيف اللي هو الفعل في الايه في المصدر. الجملة اللي بعدها بتقول لك what you هنا كده you do next بتدل على الفيوتشر على المستقبل. خلاص، ما فيش ولا واحدة مستقبل أصلا غير will. وبعدين أصلا are دي بعدها الفيرب بلس ing فما تنفعش. نمبر 1
في سؤال الكومبليت بتقول I hope. انا هسكت وانت هتقول لي ان hope بتدل على will والمصدر، فالاجابه هتبقى ايه؟ they will. يا مستر لازم اكتب will كده يعني؟ لا يا عم، ما تختصرها apostrophe ll وبعدها المصدر اللي هو build. خلاص. الجمله اللي بعدها بتقول لك I think. مش هكتر في الكلام، هقول لك think بتدل على الفيوتشر ونكست بتدل على المستقبل برضو. يبقى الاجابه هتبقى انا اعتقد ان الفريق بتاعنا هيفوز، يبقى apostrophe ll. او ممكن اكتب will برضو. الجملة اللي بعدها بتقول لك I think. والله حل سهل جدا. think بتدل على قاعدة will والمصدر، يبقى إجابة هنا كده will والمصدر من doing هتبقى do. الجملة اللي بعدها بتقول maybe ربما هما، هي هنا كده want to help people be cooler، يبقى أنا محتاج قاعدة will هي apostrophe ll، او ممكن اكتب will will والمصدر اللي هو make زي ما هي. نمبر 5 بتقول لك الماتشين الآلة، وانت بعدها الانفينيتيف الفعل في المصدر، الإجابة هتبقى be. الآلة مش هتكون قادرة انها تطير very high، او المعدة انها تطير على يعني ايه اعلى جدا يعني، على مستوى عالي جدا. نمبر 6 بتقول ان اكست اللي هو بتدل على الفيوتشر المستقبل، الشهر الجاي ده مستقبل خلاص. ماشي، الشهر الجاي انا هكون في الصف الثالث الاعدادي في السكول. انا عندي في الفعل في المصدر ناقصك ويل اهي دبليو، ويت معلش اهي apostrophe ال او ممكن اقول دبليو اي ال عادي، براحتك as you like، براحتك. نمبر 7 بتقول الساينتست العلماء new medicines in the future، العلماء أدوية جديدة في المستقبل. طيب نفس الكلام will find. الجملة اللي بعدها بتقول do you think، هل تعتقد ان احنا will ايه؟ هو اصلا will بعدها الفيرب بلس اس اي اس غلط، يبقى بعدها الفيرب في المصدر، يبقى الإجابة هتبقى invent، اشيل بس الاس. نمبر 9 she will. سيبك من probably دي اصلا، يعني هي اصلا بعيدا ان probably بتدل على الفيوتشر المستقبل، انت خدت معايا ان will بعدها الفعل في المصدر، والفعل في المصدر من eating هتبقى ايه؟ eat. الجملة اللي بعدها بتقول سامي هيكون عنده 15. يعني ايه 15؟ يعني عنده 15 سنة. ماشي. last دي بتدل على الماضي. الوينزداي اللي فات. طب ازاي والمستقبل مع ديت مستقبل بس دي ماضي، دي ما تنفعش. يبقى انا عايز كلمة بتدل على المستقبل، يبقى انا عايز اقول وينزداي جاي، فهقول ايه؟ next. كده حلينا page 23. نخش على القاعدة اللي بعدها وهديها لك سريعا. ايه هي القاعدة اللي بعدها؟ القاعدة اللي بعدها بتقول لك كلمة ورد غطاها. if أو when مضارع بسيط والمصدر. مش عايز تحفظها كده او تعرفها كده؟ if أو when المضارع البسيط قاعدة المستقبل البسيط. مستر هو ايه دي قاعدة if الحالة الشرطية، الحالة الأولى. طب يا مستر معلش ممكن تقول لي الخلاصة كده سريعا؟ هو كده مش هشرحها أكيد هنا يعني. طيب بص، عندنا حاجة اسمها فعل الشرط، ادي فعل الشرط، وجواب الشرط. يعني ايه؟ يعني بص، لو اللي هي اف اهي، لو انت تذاكر انت سوف تنجح. مش فاهم حاجة يا مستر. عندنا في اللغة العربية حاجة اسمها فعل الشرط وجواب الشرط. يعني يا مستر فعل الشرط يعني لو حاجة انت عملتها، لو انت بتذاكر، فين الفعل اللي هو يذاكر؟ النتيجة بتاعته والجواب بتاعه اللي هو ايه؟ اللي هو ينجح. انا عايز اقول لو انت بتذاكر النتيجة بتاعته هتنجح، يبقى هنا كده فعل الشرط تذاكر، جواب الشرط ينجح. لو انت بتاكل فعل الشرط ياكل، جواب الشرط ايه؟ يشبع. طب يا مستر ما هو العربي سهل، يلا اعملوه بالانجليزي. اه يا عم اف اهي، اف او وين از يو لايك، براحتك. اف عايز اقول انت تذاكر، وقال لك هتقولها في زمن المضارع البسيط عشان اف بعدها مضارع بسيط. انت يعني يو، ويذاكر study. ماشي. عايز اقول انت سوف تنجح، طيب اقولها في زمن ايه؟ قال لك والله زمن المستقبل، انت يعني يو، سوف يعني will. ماشي. ينجح يعني pass the exam او get full marks او as you like، براحتك. يبقى انا عايز اقول لك ان هنا if بيجي بعدها فعل الشرط وجواب الشرط، if بعدها مضارع بسيط، والناحية التانية ايه؟ المستقبل اللي هو will والمصدر. طب يا مستر تعالى نحل كده واحدة واحدة عليه، عشان ايه يعني ايه القاعدة صعبة عليا شوية. عندي هنا if اهي خلاص.
طيب اف المستر قالك بيجي بعدها مضارع بسيط والناحية التانية will والمصدر، عندك will والمصدر اهي، يبقى انت ناقصك ايه؟ ناقصك مضارع بسيط. ينفع اقول المام، الام يعني المفرد بياخد هاف؟ لا، ما المفرد ما بياخدش هاف خالص. واي ان جي لازم قبلها ام واز وار، ودي مش مضارع بسيط اصلا. وهدي في الماضي ما تنفعش. يبقى الوحيدة اللي تنفع عندك هي ايه؟ هاز، عشان هاز للمفرد. الجملة اللي بعدها بتقول لك اف، والله حلوة يا مستر، ده قاعدة لذيذة خالص. عندي اف اهي، وعندي الناحية التانية والمصدر، يبقى ناقصك ايه؟ ناقصك مضارع بسيط. المضارع البسيط التشيلدرن الجامع هياخدوا اي ان جي غلط. ليه يا مستر غلط؟ ما عشان اي ان جي اصلا لازم قبله انا واذا وارا واذا وير، وده اصلا مش مضارع بسيط، مش بيرزن سيمبل. طيب فاوند في الماضي ما تنفعش. فايندز الفعل مضاف له اس او اي اس او اي اس، دي بتيجي مع المفرد. والتشيلدرن دول جامع، دي ما تنفعش. يبقى الاجابه الصح هتبقى فايند. انا عارف ان انت مش مستنيني يعني ايه اشرح لك، انت عايز الاجابه على طول. بس معلش يعني، انت حتى لو كنت فاتح الفيديو تغش، خلاص روحها مع بعض. فاتح الفيديو تغش يعني اعرف الاجابه ليه. ولو فاتح بتذاكر في البيت اعرف الإجابة ليه. يعني حتى استفيد يا أخي. لما مش عايز تستفيد سرع الفيديو يا باشا وانجز حالك. أنا سكة ودغري مع بعض. عندك حاجة اسمها اف أهي. طيب يا مستر اف بعدها مضارع بسيط أهو، يبقى الناحية التانية ايه؟ الناحية التانية والمصد أهو. مش هنكتر في الكلام ولا نقرأ الجملة. أقرأها لك، يلا أقرأها لك. اف أي جول أنا بروح الشوبس في يوم الساترداي، ماشي. أنا هشتري لو رحت المحل يوم السبت، أنا هشتري يا باشا نيو هيدفونز. خلصنا. نمبر فور، اف اهي، قاعدة اف اهي. طيب بيجي بعدها مستر، بيجي بعدها مضارع بسيط والناحية التانية ويل والمصدر. هو فين ويل؟ اه يا مستر ابشر في ال. طيب يا مستر الإجابة ايه؟ والله هي الفاعل المفرد بعده الفعل مضاف له اس او اي اس او اي اي اس، يبقى الإجابة باس. ويل ما تنفعش، باس دي في الماضي ما تنفعش، ودي ما تنفعش عشان مش مضاف لها اس او اي اس او اي اي اس عشان الفاعل مفرد. نمبر 5 بتقول لك وات كلوز. ماشي سيبك من الرغي ده كله ولا كده كله. انا عندي قاعدة اف اهي الحالة الاولى. عندك هنا مضارع بسيط، يبقى الناحية التانية ايه؟ الناحية التانية قاعدة ويل والمصدر. بس استنى، تعال نشوف كده. ده سؤال. يبقى ايه يا مستر؟ عايز مني ايه؟ عايز مني هنا ويل في الاول، وبعد كده الفاعل والفعل في المصدر. طب يا مستر ما خدناش دي ليه؟ طب ما ممكن الوات كلوز هنا كده ويل ويل وير غلط، عشان ده سؤال، ده سؤال والتكوين نفسها غلط، دي ما تنفعش. اديني مساحة اهو عشان خاطر الناس اللي بتنقل على طول من غير ما يسمعوا. طيب نمبر 6 بتقول اف. عندي هي قاعدة اف، وعندي ويل والمصدر. يبقى انا محتاج هنا ايه؟ محتاج مضارع بسيط. اي بعدها الفعل في المصدر، يبقى الإجابة ايه؟ الإجابة if I go، لو انا بروح الشوبس المحلات انا هنفق الكثير من الماني اللي هو المال. الجملة اللي بعدها بتقول if I help my mother. يا عم المستر ما تشرح يلا وانجز. if اهي، واف بعدها ايه؟ بعدها مضارع بسيط اهو. يبقى الناحية التانية عايز ايه؟ عايز مستقبل اللي اهو. بص عشان ايه ما نكترش في الكلام، اهي في جنب اهي يا اخي، عشان تلاقي اللي عندك في الكتاب. if او when مضارع بسيط، والناحية التانية ايه؟ مستقبل. يبقى يا مستر يلا خلص يا مستر. حل عندك اف بعدها مضارع بسيط، يبقى الناحية التانية مستقبل اللي هي ويل والمصدر. خلصنا يا مستر. خد بالك ترجم الجملة عشان أحيانا بتكون ترجمة غلط برضو. شغل مخك وأنت بتحل، مش بتحل وخلاص. عندك اف أهي، ماشي. عندك الناحية التانية ويل والمصدر، يبقى أنت ناقصك هنا إيه؟ ناقصك مضارع بسيط. المضارع البسيط عندك الفاعل المفرد بعده الفعل مضاف له اس أو اي اس أو اي اي اس، يبقى الإجابة شيرز. طب يا مستر هو انت ما بتترجمش الجمله ليه يا مستر؟ ما ترجمهاش عشان خاطر يعني معلش، دي مش جمله على الفوكابلري يعني او على الفوكاب عشان خاطر نحل على طول. عشان خاطر اقرا الجمله وافسر معنى. لا يا عم، انت عندك دي جرامر. انت عندك اف هنا اهي، وعندك هنا الناحيه التانية هنا مستقبل، يبقى انت ناقصك مضارع بسيط. عايز ترجم اترجم لك. لو هي بتشارك غرفه مع اختها امها هتكون مبسوطه. طيب عندك نمبر 9 هالة good at English if she practice well. هالة هتكون كويسة في الإنجليزي لو هي بتمارسه بشكل جيد. عندك هنا قاعدة اف اهي، خلاص حلوة يا مستر. اف بعدها مضارع بسيط والناحية التانية والمصدر. طيب اللي بعدها اف احمد، قاعدة اف بعدها مضارع بسيط. احمد ده مفرد، المفرد هيتنفي في حاجة اسمها ايه؟ doesn't. انا عارف ان انت بتحب الحل السريع ده. نمبر 1 هنا كده في الكوريكت ماشي. بتقول لك ايه بقى؟ بتقول لك صح معايا هنا بقى عشان تفهم وانت في الدرس بتحل لي. عندك هنا كده اف بعدها مضارع بسيط والناحية التانية والمصدر. خلاص يا مستر، والمصدر مش محتاج تتكتب اهي يا مستر، اهي فيل.
يا مستر اكتبها لي الله يكرمك اهي، معلش اكتبها لك. اللي بعدها بتقول قاعدة اف اهي. ماشي، قاعدة اف بعدها ايه يا مستر؟ بعدها مضارع بسيط، والناحية التانية مضارع مستقبل او ايه او امر. طب هو هنا جايب امر. طيب مستر هو هنا ايه؟ اعمل ايه هنا؟ ما انت خدت ان اف بعدها مضارع بسيط، المضارع البسيط اللي هو ايه؟ المضارع البسيط مع الجمع هنفي بايه؟ هتنفي بحاجة اسمها don't. مستر طب ليه مش doesn't؟ عشان doesn't الفعل المفرد. اللي بعدها بتقول لك منى هتكون هنا كده لوك اونلاين فور، هتبص على الانترنت عشان تشوف موبايل جديد. عندي قاعدة وين اف او وين مضارع بسيط، والمضارع البسيط هنا كده الفعل ده مفرد، والفعل المفرد بعده الفعل مضاف له اس او اي اس او اي اي اس، هتبقى جيتس. الجملة اللي بعدها بتقول اف اهي. مستر قال لي الاف بعدها مضارع بسيط، خلاص يا مستر المضارع البسيط هنفي اي بتتنفي بدونت، ودونت بعدها الفعل في المصدر اللي هو النو، يبقى اكتب دون نو. اللي بعدها اف اي سي مارك، لو انا اشوف مارك انا هطلب منه ان هو يكلمك. طيب هنا كده اي عندك اف اهي بعدها مضارع بسيط الناحية التانية والمصدر، يبقى I will ask. اللي بعدها we will be sad، احنا هنكون حزينين. عندك قاعدة if بعدها المضارع البسيط، والمضارع البسيط هيبقى ايه؟ هيبقى والله get. طب ليه يا مستر جود غلط؟ عشان جود في الماضي، المضارع منها get. نمبر 8 بتقول لك عندك هنا if، و if بعدها المضارع البسيط، والناحية التانية المستقبل. المستقبل مش اللي هو would والمصدر، لا اللي هو will والمصدر. ماشي. الجملة اللي بعدها بتقول نمبر 9 if he studies hard، if بعدها مضارع بسيط والناحية التانية will والمصدر. بس يا مستر ما يصح هي will والمصدر اهي، يعني ايه الغلط؟ الغلط ان ده سؤال يا باشا، والسؤال بجيب will في الأول، يبقى اكتب will اهي وهي هنا زي ما هي will he get. اللي بعدها what مش عارف ايه ده كله، قال لك عندك قاعدة if بعدها مضارع بسيط، يبقى الناحية التانية will والمصدر. ادي يا عم المستر اهي will you do. اللي بعدها اخر جملة بتقول لك if اهي، if بعدها مضارع بسيط والناحية التانية ايه يا مستر؟ والناحية التانية will والمصدر. طب تعالى كده نكتب هنا كده will باي. طب يا مستر معلش، هو انت ليه ما بتترجمش؟ ما بترجمش عشان خاطر احنا بنحل جرامر. بس انا عايز انصحك نصيحة في اخر الفيديو، لو انت بتحل مع نفسك ترجم، عشان هي ممكن اصلا ما تكونش وير، ممكن تكون وانت نفي اساسا. يعني سارة هتشتري عربية لو هي معاها فلوس، كده معنى الجملة صح. طب لو كانت معنى الجملة الناحية التانية مثلا if she doesn't have مش معاها فلوس، هقول سارة هتشتري عربية لو مش معاها فلوس؟ غلط، يبقى سارة مش هتشتري. يبقى حضرتك هتترجم عشان تعرف تحل. واخر حاجة محتاج اقول لك حاجة مفيدة جدا ومهمة جدا، لا تنسى الاشتراك في القناة. أشوفكم على خير، وربنا يوفقكم يا رب، اللهم آمين.